لو حاسس ان الدنيا قفلت عليك وان عليك دروس كتير متراكمه، ما تقلقش، هقولك النهارده على طرق عمليه تلحق تخلص بيها كل اللي وراك في اسرع وقت، وتلحق باذن الله تجيب مجموعه عاليه. في البدايه كده قبل ما ندخل في اي تفاصيل، ما تنساش تدخل قناه التليجرام بتاعتنا، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو، وتعالى نشوف هنعمل ايه النهارده. اولا كده ما تخافش بقى وتقعد تقول انا خلاص مش هلحق، واكيد طبعا مش هتساوي باللي بادئ كويس من اول السنه وكل الكلام ده، لان الكلام ده هو الحاجه الوحيده اللي هتحبطك وتعطلك. لازم تواجه الواقع وتحل المشكله اللي انت فيها، مش هنفضل واقفين نعيط ومش عارفين نعمل ايه. الخطوه الاولى، هتبص للمنهج ككل وتشوف ايه اللي متراكم عليه. يعني هات ورقه وقلم واكتب المواد المتراكمه عليك دي كلها، واحسب برضو الوقت المتاح لسه قدامك، يعني اكتب كل ده. الخطوه رقم 2، ودي هتبقى عن طريقه المذاكره او النظام اللي انت هتمشي عليه عشان تصلح العك اللي انت عملته. هتسيبك بقى يا معلم ان انت تقعد تذاكر بالورقه والقلم وتقعد تعيد وتزيد على نفس المعلومه وتقعد تعلم عليها بالهايلايتر وتقعد تفنن في الصفحه. ده طبعا غلط بالذات في الوقت ده. الحل الاسلم لو انت مراكب، يا انك تسمع الدرس او المحاضره وتبص بعينك بس على الدرس، بحيث انك تحفظ شكله او تعرف مكان كل معلومه فين في الدرس. يعني تعرف النقطه دي مكانها فين في الكتاب، صفحه كام، صفحه يمين ولا شمال. وبعدين هتروح لاهم نقطه في الخطوه دي كلها، وهي الحل. هتقول لي انا مش مذاكر الدرس كويس، هحل ازاي؟ هقول لك اي كتاب اسئله في الدنيا اكيد بيبقى جايب اسئله شامله الدرس كله من اوله لاخره، فانت هتيجي تحل هتلاقي نفسك وقفت، هترجع للنقطه دي في الكتاب اللي انت اوريدي كنت عارف مكانها فين من النقطه الاولانيه، وهتعيد عليها كويس لحد ما تثبت في دماغك، وبعدين ترجع تاني تحل السؤال. على ما تخلص الاسئله كلها هتلاقي نفسك عديت على الدرس كله تاني. ده غير طبعا ان انت هتبقى حليت بفهم ورجعت على الدرس كله. وطبعا ده كله هيبقى في الفاضي لو انت ما فتحتش الدرس بعدها او ركنته فتره كبيره بحجه ان انت كنت مذاكر. يعني لازم تعيد على الدرس اكتر من مره فيما بعد، او انت بتذاكر الدرس الجديد في نفس الماده وانت بتذاكر الدرس الجديد ارجع تاني هذا الدرس القديم، فاهمني؟ ومش لازم تجيبه تاني كويس جدا، انت يا دوبك بس كفايه ان انت تعدي عليه تاني وتفتكر بس الدرس كان بيتكلم عن ايه. الخطوه رقم 3، ما تفكرش في اي حاجه غير في الدرس اللي في ايدك بس. ما تقعدش بقى تفكر في ان انت ما ذاكرتوش من زمان، او تندم، او تقعد تفكر في الدروس التانيه اللي متراكمه عليك غيره، وان انت متاخر قوي، او تقعد تفكر بقى في ان انت لو ما جبتش مجموع هتعمل ايه او هتعيش ازاي، ولا تفكر في ان انت لازم تجيب مجموع كويس عشان تروح تتقدم للبنت اللي انت بتحبها يا تتجوز وانت لسه طالب. انت ما بتعملش اي حاجه غير انك بتذاكر الدرس بس. ومن الحاجات اللي هتساعدك على التركيز في الدرس وانك ما تشتتش نفسك، اول حاجه طبعا تستعين بالله. تاني حاجه حاول تقرا وجه واحد من القران، مش هقول لك ربع ولا صفحه كامله، لا كفايه وجه واحد بس. وطبعا يا ريت تقول دعاء قبل المذاكره، اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير. ونيجي هنا بقى للخطوه رقم 4، هتقفل السوشيال ميديا تماما تماما على الاقل وقت المذاكره، او بمعنى اصح هتمنع كل وسائل التشتيت من حواليك. تليفون بقى، تلفزيون، اخوك الصغير، اختك الصغيره، ايا كان، ما تخليش حاجه حواليك تشتتك عن المذاكره. اهلك مثلا مشغلين التلفزيون وانت مش عارف تركز، قول لهم وطي الصوت شويه، في واحد بيموت هنا. وممكن تستخدم الابلكيشن ده لو انت عايز تقفل التليفون خالص وما يفتحش غير في الوقت اللي انت محدده. الخطوه رقم 5، وهي انك تقسم وقتك، او بمعنى اصح نظام الطوارئ. الصراحه انا عن نفسي ما بحبش الطريقه دي، انا بحب اقعد على الدرس اخلصه مره واحده عشان ما اضيعش وقت. يعني مثلا الدرس بياخد ساعه، اخلصه في الساعه بتاعته، ما اقعدش بقى كل شويه اوقف واقوم واروح واجي او اخد راحه او كلام من ده، لا، هو الدرس ساعه اخلصه في الساعه، بعد ما اخلصه اقوم بقى اشوف اللي انا عايزه. بس انا لقيت ان الطريقه دي بتجيب نتيجه مع ناس كتير جدا، وفي ناس صحابي جربوها والدنيا كانت تمام. ده لو انت طبعا مش بيجي لك خلق انت تقعد على الدرس كامل مره واحده، او لو المحاضره كبيره. طريقه البومودورو 25 دقيقه مذاكره و5 دقائق راحه، او الاحسن ليك ان انت تخليها 45 دقيقه مذاكره و15 دقيقه راحه علشان تنجز اكتر يعني. ولكن زي ما قلت لك انا ما بحبش الطريقه دي قوي يعني، الا في الحاجات اللي هو انا مثلا مش مراكم حاجه عليا، بذاكر عادي فاهم، ما ورايش حاجه. انما لو انا متراكم حاجه عليا لا، مفيش وقت للكلام ده. وممكن تستخدم الابلكيشن ده، هيساعدك جدا في الطريقه دي. الخطوه رقم 6، علم على الحاجات المهمه سواء في الدرس اللي هو كتاب الشرح يعني او مصدر المذاكره بتاعك، او في الاسئله، علشان لما ترجع تاني تجيب الدرس يا دوب بس تعدي عليه بسرعه وتركز اكتر بس على الحاجات المهمه اللي انت اوريدي معلم عليها. والحاجات المهمه دي مش ثابته، يعني الحاجات المهمه بالنسبه لك ممكن تبقى غير الحاجات المهمه بالنسبه لي، وممكن تبقى غير الحاجات المهمه بالنسبه لاي حد تاني. يعني مثلا السؤال اللي انت وقفت فيه او خد معاك وقت كبير جدا غير الوقت العادي، او جزئيه من الدرس سهلت عليك الفهم بشكل كبير جدا، او جزئيه مهمه بالنسبه لك يعني ما فهمتش الدرس غير بيها، صدقني الموضوع مش مستحيل. المهم انك تبدا وتكون ذكي في ادارتك لوقتك، ما تفكرش في اي حد او في اي حاجه، لان مفيش حاجه هتنفعك. اشتغل على نفسك وابقى حاجه، وصدقني كل اللي انت بتدور عليه هيجي. وبس كده، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. ما تنساش طبعا زي ما قلت لك تدخل قناه التليجرام بتاعتنا، وتدخل قناه التليجرام بتاعتي اللي بنزل عليها القران، وتشترك طبعا في القناه هنا، وتعمل لايك وكومنت جميل زيك، وشارك الفيديو مع اي حد عنده نفس المشكله. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كتبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.